قبل ما ابدا الفيلم عاوز اقول لك يا صديقي انك وحشتني جدا، وبما انك وحشتني فانا جايب لك فيلم النهارده جامد جدا، واحد من اجدد واجمد الافلام الهنديه لسنه 2025. لكن من غير ما اطول عليكم صلوا على النبي ويلا بينا نبدا. بيبدا الفيلم ببنت مرعوبه ومستخبيه في كهف، وكان واضح ان العفاريت بتطاردها. علشان كده البنت دي كانت عماله تطمن نفسها وتقول انا متاكده ان العفاريت مش حقيقيه ولازم ما اكونش خايفه. بس فجاه يا صديقي صوت العفاريت اللي بتطاردها بيقرب منها جدا، وبالرغم من ان البنت حاولت تفضل ثابته لحد اخر لحظه لكنها اتفاجئت ان الاشباح دي اقرب ليها من اللي هي كانت متخيلاه، وعلشان كده فضلت تصرخ باعلى صوتها. بنسيب المشهد ده خالص وبننتقل بالاحداث علشان نشوف 3 من الفرسان مع زميلتهم الفارسه الرابعه كانوا بيتكلموا عن السحر والعفاريت. وكان واضح يا صديقي وهم بيتمشوا في الغابة إنهم بيدوروا على أي دليل يوصلهم للطريق اللي العفاريت بتيجي منه علشان تهاجمهم. وبعد ما بيتمشوا شوية بنشوف واحد منهم وهو بيتكلم مع زميله اللي بنعرف إن اسمه أرلو، بيقول له لازم تكون عارف إن الطرق القديمة خلاص راحت عليها، إحنا دلوقتي لازم نشتغل بطرق جديدة علشان نقدر نوصل للعفاريت ونصد الخطر عن الغابة. وبالرغم يا صديقي من إن الدنيا ما كانتش أحسن حاجة بينهم وكانوا هيشدوا مع بعض، لكن فجأة زميلتهم بتقول لهم على فكرة أنا حاسة إننا منصوب لنا كمين وإن في حاجة غلط، فياريت تفككم بقى من الكلام الفارغ ده ونشوف هنعمل إيه قبل ما العفاريت تطلع علينا وتعمل معانا الجلاشة. وفعلا وقتها بيبدأوا يهدوا علشان يعرفوا يفكروا، خصوصا إنهم حاسين بالخطر. بعدها بيقولوا البعض إن الخطر ده غالبا جاي من الغابة السوداء، وعلشان كده فهم لازم يتحركوا بحرص كبير جدا جوه الغابة اللي موجودين فيها دلوقتي علشان ينصبوا كمين للعفاريت قبل ما العفاريت تقدر توصل لهم وتخلص عليهم. وبعدها صديقي بنعرف من كلامهم ان في وباء خطير جدا منتشر، والكارثة بقى هي ان العفاريت دي هي اللي بتحمل الوباء ده وقادرة تعدي بيه اي حد بمجرد ما تسلمه. وفجأة هما بيتكلموا بتظهر مجموعة من العفاريت بيكون واضح انهم حاملين للمرض فعلا. المشكلة الأكبر بقى هي إن عددهم كان أكبر بكتير من اللي الفرسان كانوا متوقعينه، وفعلا ما بيعديش وقت كبير وبيبدأ الاشتباك بين الفرسان والعفاريت. وبالرغم من إن الفرسان سندلوا ضدهم يا صديقي، لكن أرلو اللي كان واحد من الفرسان اتصاب إصابة جامدة. بس لما زمايله سألوه لو يقدر يكمل ماشي معاهم ولا لأ، وقتها أرلو قال لهم إنه تمام ويقدر. بنعرف بعدها من خلال كلام الفرسان دول مع بعض إن معاهم رسالة المفروض يوصلوها للملك بتاعهم. بس المشكلة بقى يا صديقي إن أعراض المرض بدأت تظهر على أرلو، وبالرغم من إنه كان بيحاول يداري ده لكنه طول الوقت كان بيسمع الوساوس بتاعة العفاريت، وبقى واضح خلاص إنه اتصاب. ودي طبعا حاجة بتشكل خطورة كبيرة جدا على زمايله، وعلشان كده اضطروا ينفذوا حاجة ما كانوش بيتمنوا ينفذوها وخلصوا عليه. بنرجع بعد كده مع كل واحد فيهم للذكريات بتاعته، وبنعرف ان محدش منهم كان بيتمنى يبقى المقاتل اللي هو عليه دلوقتي، لكنهم كانوا مضطرين يعملوا كده. والمشكلة بقى يا صديقي هي انهم كانوا ملاحظين ان في الوقت الحالي اتجاه الرياح كان بيتغير كل شوية، ودي بالنسبة لهم كانت علامة مقلقة جدا. وده غير طبعا انهم بعد اللي حصل لأرلو كانوا قلقانين وحاسين ان لعنة العفاريت ممكن تصيبهم في اي لحظة. وفعلا يا صديقي على مسافة مش بعيدة منهم الزعيم بتاع العفاريت كان موجود وعمال يقتل في الناس واحد ورا التاني. ولاحظنا حاجة غريبة جدا وهي انه بيستهدف ودان الضحايا، والموضوع بالنسبة له ما كانش فيه اي رحمة، وسواء اللي قدامه دول فرسان او حتى ناس ابرياء كان بيخلص عليهم. وبعد ما خلص على اخر ضحية قدامه فضل يقول انا مش جاي هنا عشان ارحم اي حد، انا جاي عشان احارب وانتصر. بنرجع بعدها للفرسان اللي كانوا حاسين بان في حاجة غلط بتحصل، ولما الطيور بدأت تصيح بصوت عالي واحد من الفرسان قال لزمايله انا متأكد ان دي صرخة حرب وان في خطر قريب مننا وقريب جدا كمان، ولازم تحركاتنا تبقى محسوبة علشان نقدر نوصل للملك ونبلغه المعلومات المصيرية اللي معانا، وإلا المملكة كلها هتضيع. وبعد ما بيتعبوا بيقرروا يستريحوا شوية، وبنعرف ان الفارسة اللي معاهم دي كانت بتحب أرلو لكنها ما كانتش معترضة على قرار انه يتقتل، وده طبعا لانه بعد ما اتصاب من العفاريت كان هيبقى خطر عليهم جدا، ودلوقتي اكيد ما فيش وقت للمشاعر. وعلشان كده وبالرغم من انها كانت بتعيط وزعلانة على موته لكنها من جواها كانت عارفة ان ده الصح. وبعد ما بيرتاحوا شوية بيقرروا يكملوا في طريقهم، وبينبهوا بعض انهم لازم يخلوا بالهم من تحركاتهم لان العفاريت لو قدرت توصل لهم اكيد هتخلص عليهم. وما كانتش دي المشكلة بالنسبة لهم يا صديقي، لكن المشكلة الحقيقية هي ان الرسالة بالشكل ده مستحيل توصل للملك. بنشوفهم هم ماشيين وبنلاحظ ان كل واحد منهم عمال يفتكر ذكرياته وقت ما كان لسه مقاتل صغير بيتدرب على اساسيات القتال، ومن اهم الحاجات اللي اتعلموها كانت نظرية الصياد والغزالة. وده لما المدرب بتاعهم قال لهم سواء الصياد او الغزالة
فكل واحد منهم بيبقى ليه سبب مختلف للخروج. الصياد بيخرج لأنه لازم يجيب اللحمة بتاعة الغزالة ويبيعها وإلا مش هيلاقي أكل، أما الغزالة فبتكون خارجة علشان تاكل برضه، وفي الآخر مش بيكسب غير الأذكى، بمعنى إن الصياد لو خرج والغزالة حست بوجوده فمستحيل يقدر يوصل لها، وفي نفس الوقت الصياد مش هو الشخص اللي يقدر يصيب الغزالة ويخلص عليها، لأن دي حاجة أي حد ممكن يعملها. الصياد الحقيقي هو اللي يقدر يعمل ده بذكاء وسرعة ما يخلوش الغزالة تحس بأي حاجة. بنسيب الذكريات بقى يا صديقي وبنرجع مرة تانية للوقت الحالي علشان نعرف إن الفرسان اكتشفوا وجود العفاريت في مكان قريب جدا منهم، وكأنهم افتكروا نظرية الغزالة والصياد في الوقت المناسب، وبقى لازم دلوقتي يلعبوا دور الصياد وإلا العفاريت هيحسوا بوجودهم وخطتهم كلها هتبوظ. وقبل ما يبدأوا هجوم على العفاريت بيفتكروا باقي كلام المدرب بتاعهم زمان لما قال لهم إن الهجوم مش دايما هو الحل المناسب، لأن هجومك لو مش محسوب بيكشف لعدوك كل نقط ضعفك، ودي حاجة بتخلي دفاعه عن نفسه سهل جدا. ده غير بقى إنه هيبدأ يهاجمك هجوم أشرس بكتير من اللي أنت متخيله وغالبا هينتصر عليك. وبعدها بيقول لهم صحيح احنا بنحارب بسيوف مصنوعة من العظم وأسلحة تبان مش خطيرة، لكن صدقوني السر دايما في الحاجات اللي قوتها مش باينة. الأسلحة دي وبالرغم من إنها تبان ضعيفة لكنها أفضل بكتير من صوت إزعاج الأسلحة الحديدية والفولاذية اللي ممكن تفضح وجودك في أي مكان لعدوك. عشان نرجع للوقت الحالي يا صديقي ونشوف الفرسان وهم بيهاجموا العفاريت وفي لمح البصر بيقدروا يخلصوا عليهم، بس فجأة الدم بيتجمد في عروقهم، وده لما بيسمعوا صوت الزعيم بتاع العفاريت بعد ما وصل للمكان وبدأ يعذب المساعد بتاعه لأنه مش شايف شغله، وده خلى عدد كبير من العفاريت يموتوا. وقتها الفرسان كانوا واثقين إن الخطر بقى أقرب ليهم من أي وقت قبل كده، وإنهم لازم يشوفوا خطة يخلصوا بيها الموضوع ويوصلوا للملك بأي طريقة عشان يسلموه الرسالة، خصوصا لأن زعيم العفاريت يقدر يوصل لهم عن طريق ريحتهم بمنتهى السهولة، والموضوع بالنسبة له مسألة وقت مش أكتر. وعلشان كده بنلاحظ إن الفرسان بقوا متوترين جدا وخايفين وحاسين طول الوقت إن زعيم العفاريت هيوصل لهم في أي لحظة وهيخلص عليهم. وبيني وبينك يا صديقي فالزعيم بتاع العفاريت كان قريب منهم جدا، وطبعا كان مصمم يوصل لهم بأي طريقة علشان ينتقم منهم ويخلص عليهم ويجيب حق كل العفاريت اللي ماتوا على ايديهم. بنرجع مرة تانية للفرسان وبنلاحظ ان الدنيا بينهم ما بقتش ألطف حاجة، وكل واحد منهم عاوز يمشي كلامه. وبنرجع مع واحد منهم بالذكريات وبنعرف ان الفارس ده اسمه أوريون، وبنشوف المدرب بتاعه وهو بيتكلم معاه وبيقول له ان رأي الناس في معظم الأوقات ما بيكونش مهم، ودايما أهم حاجة هي انه يكون عارف هو عايز ايه. وبعد ما بنرجع للوقت الحالي بنشوف الفارس والفارسة اللي كانوا مع أوريون بعد ما اختلفوا معاه في الآراء، وعلشان كده قرروا يقسموا نفسهم ومشوا هما الاتنين وسابوا أوريون لوحده. وقتها صديقي أوريون كان حاسس بالخطر وبقى تقريبا متأكد ان نهايته خلاص قربت، لكنه قرر يكمل في طريقه بكل شجاعة حتى لو اضطر في النهاية يواجه زعيم العفاريت لوحده. بعدها بينام وبيفضل يفتكر كل ذكرياته مع أمه اللي كانت دايما شديدة معاه جدا في التعامل وبتشجعه يكون واحد من الفرسان. بنرجع من تاني للوقت الحالي علشان نشوف الفارسة والفارس اللي كانوا مع أوريون واللي بنعرف منهم إنهم مرشدين روحيين، وده يا صديقي معناه إنهم عندهم قدرات خارقة يقدروا يستغلوها في أي وقت. بنشوفهم وهم ماشيين وبنعرف إن الوباء اللي منتشر هو وباء الطاعون، والكارثة بقى هي إن العفاريت بيقدروا ينقلوا الوباء بشكل أسرع من البشر بكتير، وده طبعا غير إن غريزة الافتراس عندهم عالية جدا وبيحبوا يهاجموا البشر اللي بيشكلوا خطر كبير عليهم، وعلشان كده دايما بيستهدفوهم وبيكونوا عاوزين يخلصوا عليهم. بنرجع من تاني بالذكريات مع أوريون واللي بنشوفه وهو بيتكلم مع المدرب بتاعه اللي كان بيقول له دايما القرار وقت المعركة لازم يكون حاسم وسريع، لدرجة ان انا في يوم اتحصرت من الاقسام والعفاريت وكان لازم اتصرف. الكارثة ان في اليوم ده فقدت سلاحي لكن اتصرفت واخدت المقبض بتاع السلاح عشان استخدمه كسلاح بدل اللي فقدته. بنرجع تاني للوقت الحالي علشان نشوف أوريون وهو تقريبا في نفس الموقف اللي مدربه كان بيحكي له عليه، وعلشان كده قرر يستخدم نفس الطريقة بتاعة المدرب واخد مقبض السلاح بتاعه. فضل يقرب من العفريت اللي كان موجود قريب منه وهو واثق انه لازم يخلص الموضوع بضربة واحدة والا مكانه هيتكشف والعفاريت وقتها اكيد هتقتله. وفعلا يا صديقي بيقرب من العفريت وهو ماسك المقبض بتاع السلاح وبيضربه ضربة بتجرحه، لكنها ما كانتش قوية كفاية عشان تخلص عليه. وساعتها طبعا أوريون بيبقى في موقف صعب جدا لكنه بيجمد قلبه وبيقدر يخزق عين العفريت وبيخلص عليه. وبعدها بيرجع بذكرياته لما المدرب بتاعه كان بيتكلم معاه وبيقول له دايما خلي شجاعتك جوه قلبك وما تدورش على الحرب، لان الحرب كده كده هتدور عليك وهتلاقيك.
عشان نرجع من تاني للوقت الحالي ونشوف زمايل أوريون بعد ما سابوه ومشوا وفضلوا يتكلموا مع بعض عن محتوى الرسالة اللي المفروض توصل للملك. بس بيني وبينك كده يا صديقي، الخطر كان حواليهم في كل مكان، وحرفيا جيش العفاريت ما كانش عايز غير فرصة واحدة علشان يخلص. وبالرغم من ان الفارسة اللي كانت مع أوريون سابته ومشيت خلاص، لكن ده ما منعهاش من انها تفضل تفتكر كل الذكريات اللي كانت بينهم وقت ما كانوا بيتدربوا مع بعض. وده لان أوريون طول الوقت كان مختلف عن اي مقاتل غيره، ودايما كان بيشغل دماغه قبل دراعه، ودي النصيحة اللي كان بينصح بيها كل المتدربين معاه. وفي الوقت الحالي أوريون بيقرر ان هو يفضل مستخبي جوه الغابة لحد ما بيقرر يخرج، خصوصا بعد ما شاف مجموعة من رجالته اللي بمجرد ما بيقابلوه بيتكلموا معاه باحترام كبير جدا. عشان نعرف وقتها يا صديقي ان أوريون ده مش اي حد، لكنه قائد جيش الفرسان. بيبداوا يتكلموا مع بعض، والفرسان بيقولوا له قد ايه هم خايفين لان الوضع بقى صعب جدا، وخصوصا بسبب انتشار وباء الطاعون، واللي زي ما احنا عارفين يا صديقي بيتنقل بمنتهى السهوله عن طريق العفاريت، وده طبعا غير خوفهم من انتشار العفاريت اللي بقى بشكل مرعب جدا. وبالرغم من ان أوريون كان فرحان جدا انه لقى مجموعه من رجالته ويقدر على الاقل يضمن انه مش هيبقى لوحده في اي معركه، لكنه ما تهناش وقت طويل على الحوار ده يا صديقي. وده بعد ما قائد جيش العفاريت ظهر ومن غير اي رحمه او تفاهم خلص عليهم كلهم بطريقه بشعه جدا، وما تبقاش غير أوريون. وقتها اعتقدنا اننا هنشوف قتال عنيف جدا بينهم، لكن أوريون وكالعاده استعان بالنصايح بتاعه مدربه اللي قال له زمان لما العفاريت تظهر لازم تعترف بينك وبين نفسك انك دلوقتي في موقف الغزاله وهم الصيادين، ولو ما اتصرفتش كغزاله ذكيه اتاكد ان دي خلاص اخر لحظات في حياتك. واهم نصيحه هي اياك تحارب عفريت لوحدك ابدا مهما حصل. وطبعا زي ما احنا عارفين فأوريون دلوقتي بقى لوحده، وعلشان كده قرر يطبق النصيحه بتاعه المدرب بتاعه، بالرغم من انه كان متاكد انه هيدفع حياته ثمن للنصيحه دي، بس ما كانش فيه وقت كبير للتفكير قدامه. وعشان كده يا صديقي رمى سلاحه واعلن استسلامه قدام قائد جيش العفاريت، اللي قرب منه واستغرب وفضل يتكلم معاه وقال له شكلك شجاع لكنك بتتصرف بطريقه غريبه جدا مخلياني مش عارف اخلص عليك. وبالرغم من ان قائد العفاريت ما كانش عنده اي مبادئ، لكنه قرر ما يخلصش على أوريون بالطريقه دي، وعلشان كده سابه ومشي. وقتها طبعا أوريون ما كانش مصدق ان نصيحه المدرب بتاعه هي اللي انقذته، لكن في اللحظه اللي أوريون اعتقد فيها ان الحوار خلاص انتهى، اتفاجئ بالمساعدين بتوع قائد جيش العفاريت وهم محاصرينه عشان يخلصوا عليه، وساعتها أوريون كان لازم يدافع عن نفسه بكل قوته. بس الخطير فعلا يا صديقي ما كانش في الحصار اللي هو متحصره، على قد ما كان في الكلام اللي قائد العفاريت كان عمال يقوله له. وده لما فضل يقول من زمان وصلت للكوكب ده وما كنتش قاصد اي شر، لكن انتوا كده البشر دايما طماعين وعندكم انانيه وشايفين ان الكوكب كله بتاعكم، وعلشان كده انتوا اللي بداتوا تهاجموني انا والقطيع بتاعي، واكيد يعني ما كناش هنقف نتفرج عليكم. دلوقتي بقى ادفعوا ثمن اللي انتوا عملتوه وانتوا ساكتين. وبالرغم من ان أوريون قدر يخلص على العفاريت اللي كانوا محاصرينه، لكن قائد جيش العفاريت فضل يقول له اياك تتخيل انك كده كسبت المعركه، بالعكس انا وجيشي المره دي موجودين ومصممين ان الحوار مش هيخلص غير بانتصارنا، لانكم كبشر ما يتوثقش فيكم ابدا، وعشان كده مفيش رحمه المره دي واحنا انتوا. وقتها أوريون كان متاكد يا صديقي ان المره دي فعلا غير، وانه لازم يلاقي حل ويلاقيه بسرعه قبل فوات الاوان. وبعد ما بيمشي من المكان يا صديقي بنتفاجئ مفاجاه خطيره جدا، وده لما أوريون بيحط ايده في ظهره عشان يطلع خنجر كان واضح جدا ان واحد من العفاريت طعنه بيه. وقتها الشكوك كانت ماليه دماغه، ما بقاش عارف لو الخنجر ده كان مسموم ووباء الطاعون فيه ولا هي مجرد طعنه وخلاص. واللي زود شكوكه في الموضوع هو انه بدأ يسمع وساوس العفاريت في كل مكان، وما كانش قادر يحدد لو ده مجرد وهم ولا دي حقيقه فعلا وهو في لحظاته الاخيره. وعلشان يفصل شويه عن مخاوفه فضل يفتكر اخر كلام المدرب بتاعه قاله له، وقت ما المدرب واللي بنعرف ان اسمه الكرانك قال له خليك دايما مهما عديت بصعوبات فاكر كلامي ده كويس وحطه قدامك والا هتواجه نهايتك اسرع مما تتخيل. وبعد ما خلص كلامه قال له لازم اعترف لك انك واحد من افضل المتدربين اللي اتدربوا تحت ايدي، وانا واثق ان خلاص الكوكب ده من العفاريت هيكون على ايديك. بنرجع تاني يا صديقي للوقت الحالي علشان نشوف الفارسة والمرشد الروحي اللي معاها وهم ماشيين في مكان مش بعيد عن المكان اللي أوريون موجود فيه. وبعد ما المرشد الروحي اللي مع الفارسة بيشوف ضباب من نوع معين كده بيحس بخوف شديد جدا وبيفضل يتكلم معاها
وبيقول لها لازم دلوقتي نستدعي القوة بتاعة الأرواح علشان نطلع من الموقف اللي احنا فيه ده. وبيبدأ فعلا يا صديقي يستخدم تعويذة سحرية خاصة بيه عشان يستدعي القوة دي. أما بالنسبة لأوريون فتقابل مع ساحرة بنعرف إن اسمها أركانوس، وبمجرد ما شافت الخنجر اللي موجود في إيده أكدت له إن الخنجر مسموم فعلا. وساعتها بس يا صديقي أوريون اتأكد إن النهاية خلاص قريبة، وإن الوساوس اللي هو عمال يسمعها طول الوقت اللي فات دي فعلا حقيقية. وعلشان كده أركانوس قالت له غالبا قدامك دقايق، كل اللي عاوزاه منك إنك تتنفس بهدوء وبطء، ويمكن تكون في فرصة لنجاتك، بس لازم تكون عارف إنها فرصة ضعيفة جدا. وقتها أوريون اللي كان باين عليه إنه خلاص بيموت بدأ يتكلم معاها وقال لها حتى لو دي النهاية خلاص أنا ما عنديش مشاكل، بس عاوزك تعرفي إني في مهمة سرية وخطيرة جدا، وهي إني أوصل الرسالة اللي معايا للملك. وساعتها أركانوس قالت له أنا اللي عاوزك دلوقتي تنسى كل حاجة كنت هتعملها وتبقى قوي جدا في الرحلة اللي انت داخل عليها، لأنها رحلة فعلا صعبة، وكل أفكارك اللي فكرت فيها ولو ثانية واحدة في حياتك هتبقى محاصراك، ودي في حد ذاتها حاجة في منتهى الصعوبة. وقتها أوريون ما قدرش يقاوم إنه يرجع بذكرياته وقت ما كان بيتكلم مع أمه اللي كانت معظم الوقت شديدة عليه جدا، لكنها في يوم من الأيام قالت له صدقني كل الشدة دي لأني بجهزك لليوم اللي هتبقى فيه واحد من أهم الفرسان اللي موجودين على كوكب الأرض. وفي الوقت الحالي بنشوف أوريون بعد ما بدأ الرحلة الصعبة اللي أركانوس قالت له عليها. وعايز أقول لك يا صديقي بقى إن الأفكار كانت متداخلة جدا جوه دماغه، فمن ناحية هو ما كانش عارف كل دي هلاوس ولا هو بجد بدأ الرحلة، ومن ناحية تانية ما كانش عارف لو حياته فعلا انتهت ولا هو لسه عايش وده تأثير السم. لكن كل اللي كان عارفه هو إنه مستعد يعمل أي حاجة علشان يوصل الرسالة للملك. وعلشان كده لما اتفاجئ بمجموعة من العفاريت محاصرينه استخدم نفس الخنجر اللي اتطعن بيه وبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني، بالرغم من إنه ما كانش قادر يقف على رجليه من كتر الألم. وفي نفس الوقت ده المرشدين الروحيين بيقربوا من مكان المعركة، وبنلاحظ إن أركانوس بتساعد أوريون في معركته ضد العفاريت، لكننا بنتفاجئ وقتها بأخطر مفاجأة في الفيلم يا صديقي، وده لما بنعرف إن المرشد الروحي اللي موجود مع الفارسة أصلا في صف العفاريت وبيكره أوريون جدا. والكارثة بقى هي إن قدراته السحرية كانت عالية جدا لدرجة إنه قدر يسيطر على الفارسة اللي معاه، وقدر كمان يخلص على أركانوس. ولما قرب من مكان المعركة بدأ يدي تعليماته للفارسة علشان تخلص عليه بأي طريقة، وبعدها بدأ يتكلم مع أوريون وقال له لازم تكون عارف إن حكايتك خلاص انتهت. أنا شايف الخوف في عينيك وشايف في عينك برضو إنك واثق من إن الموت أقرب لك من أي وقت فات. وبعدها بيعمل حاجة مخيفة جدا وبيستدعي روح أورلو اللي المفروض إنه مات في أول الفيلم زي ما احنا عارفين يا صديقي، وبيطلب منه يخلص على أوريون. لكن أوريون بالرغم من إن ده كان صعب جدا عليه لأن أورلو كان واحد من أفضل فرسانه قدر يخلص عليه. وبعدها المرشد الروحي بيدي إشارة للمساعدة بتاعته وبيطلب منها تخلص على أوريون، لكن المساعدة وبالرغم من إنها كانت محسسة الكل بإنها متسيطر عليها تماما، بس فاجأت كل اللي موجودين واستخدمت سلاحها وخلصت على الزعيم بتاعها. وقتها يا صديقي قبل ما الزعيم ده يموت قال لهم استحملوا بقى تمن غلطتكم دي. وبعدها بيوصل قائد جيش العفاريت للمكان وبيبدأ في قتال عنيف جدا بمنتهى الشراسة ضد أوريون والمساعدة بتاعة المرشد الروحي. وبعد شوية بيحس ان القتال ده مش جاي معاه سكة وانهم هما الاتنين اضعف بكتير من انه يضيع وقته معاهم، وعلشان كده بيمشي من المكان وبيقرر ان المساعد بتاعه هو اللي يحاربهم. وقتها أوريون بيقرر يستغل الوقت، وعلشان كده بيتكلم مع أركانوس اللي كان واضح جدا إنها خلاص في لحظاتها الأخيرة، وبيسألها لو كانت قدرت تبعت الرسالة للملك عن طريق الاتصال الروحاني، لكن أركانوس بتقول له إنها للأسف فشلت في ده. وساعتها المساعدة بتقرر تحاول معاها محاولة لكن أركانوس بتموت. وفجأة المساعد بتاع قائد العفاريت بيوصل للمكان، وبالرغم من إننا توقعنا نشوف معركة عنيفة جدا، لكن المساعد بتاع قائد العفاريت وقائد العفاريت نفسه واللي بيوصل بعد شوية بيتكلم مع أوريون وبيديله نوع نادر جدا من الأحجار الكريمة، وبيقول له تقدر تستخدمه في إنك تعالج التسمم اللي حصل لك وترجع لحياتك من تاني. كل اللي عاوزينه منك هو إنك ما توصلش الرسالة للملك وتعرفه إننا لازم ندخل حرب ضده. وقتها أوريون وبمنتهى الشجاعة يا صديقي بيقول له أنا عمري ما هخون المملكة بتاعتي لأني وعدت الكل إن أحميها لحد آخر نفس، وبيبدأ يهاجمهم.
لكنه يا صديقي خلاص كان فقد كل طاقته في المعارك اللي فاتت، وعلشان كده قائد جيش العفاريت بيخلص عليه بسهولة، وبعدها بيوجه كلامه للمساعدة بتاعة المرشد الروحي وبيقول لها دلوقتي ده دورك، بلغي الملك بأننا مستعدين عشان نحاربه. وقتها المساعدة بتاخد الحجر اللي قائد الجيش بتاع العفاريت كان عاوز يديه لأريون وبتقرر تنفذ لهم المهمة. وهنا بيخلص فيلمنا، فما تنساش بقى لو الفيلم عجبك حط لايك، سيب كومنت جميل، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.